أصحابي صباح الخير عليكم. حلقة جديدة من حلقات شقاوتنا شقاوة شطار. يوم جديد، أصحاب جداد مختلفين، مغامرة ممتعة أكيد وهتكون جميلة. تابعونا النهاردة، هيكون عندنا حاجات كتير جدا هنتعلم منها، حاجات مهمة ومفيدة، وكمان فقرة الأرت هنستخدم فيها حاجات كلها سهلة وبسيطة ونقدر إن احنا نعملها على طول بعد ما تخلص حلقتنا. خلونا نبتدي دلوقتي حلقتنا وشقاوتنا وشقاوة شطار. اهلا وسهلا بيكم اصحابي الحلوين. انا ميس سمر ومعايا 2 حلوين كمان هنعرف اساميهم. اسمك ايه؟ فريدة. فريدة. مريم. مريم. معانا فريدة ومريم. هنعمل حاجة حلوة قوي وسهلة جدا، هنعملها من خامات موجودة في البيت. هنعملها من برطمان ازاز زي ما احنا شايفين، اي شكل نجيبه. اوكي، زي كده. ده وهنستخدم جليسرين موجود في الصيدلية، اي شكل من اشكال الجليتر. معانا الوان كتير، واي لعبة صغيرة تكون بالشكل ده تقدر تدخل جوه. وزي ما انتوا شايفين وعارفين ان المية دايما كثافتها خفيفة، فاحنا هنحط الجليسرين معاها عشان تدينا الحركة البطيئة للجليتر بالشكل ده، وكمان نقدر نشوف اللعب بشكل مجسم كده. وزي ما انتوا شايفين انا واصحابي الحلوين عملنا السوفونير الحلوة دي بطريقة سهلة جدا، ودي ممكن نديها هدية حلوة جدا لاصحابنا او لبابي او مامي. وهنسأل دلوقتي اصحابنا الحلوين هيدوها لمين. هتديها لمين يا فريدة؟ لماما وبابا. لماما وبابا. ماما. اصحابي معانا دلوقتي بروجكت مهم جدا. حد من اصحابنا قرر ان هو يعمل حاجه مختلفه وجديده، ويمكن يكون اول حد فكر ان هو يعمل ده واول حد نفذ على الحقيقه. مشروع كبير جدا، تجربه مهمه جدا، ده نعرفه مع صاحبنا اللي معانا دلوقتي. الاول خلونا نتعرف على اسمه. اسمك ايه؟ طه محمد. طه، انت في سنه كام؟ 6. عايزين نحكي لاصحابنا البروجكت بتاعك عباره عن ايه وازاي جت الفكره على دماغك. البروجكت بتاعي عبارة عن عربية بتمشي ببطارية وشريحة إلكترونية. الفكرة دي جات لي ساعة ما أنا كان عندي سكوتر بكهرباء بايظ، فأنا كان نفسي أستفيد منه ومرميهوش زي ما أي حد بيعمل بيرميه على طول. ففكرت إن أنا أبدأ أبدع وأعمل حاجة ليه. اوكي، كانت صعبه عليك ولا كانت سهله؟ كانت صعبة جدا، ان انا كنت المفروض الاقي الشخص المناسب اللي يقدر يساعدني وان انا اكون واثق فيه.
طيب مين بقى الشخص المناسب اللي انت لقيته واللي قرر ان هو يساعدك لحد ما وصلت للتجربة الجميلة بتاعتك دي؟ خاله، هو انا كنت بقول له من كذا كذا مره ان هو يساعدني فيه، بس هو كان مشغول. بس في مره فعلا رضي ان هو يساعدني وخلاني وعمل لي الهيكل بتاع العربيه. قولي الحاجات اللي احنا استخدمناها في العربية ايه، يمكن عشان لو حد من اصحابنا قرر ان هو يعمل زيها او حب ان هو يجرب، يبقى عارف ايه الحاجات اللي هو ممكن يستخدمها عشان يوصل للي انت عملته ده. اولا لازم يكون عنده كاوتش، وعنده جير بوكس، وعنده موتورين وشريحة وبدال، ويعني الحاجات اللي بتساعد في ان العربية تتأسس، ومن اهميتها طبعا الهيكل. طيب اخدت وقت قد ايه عشان تعمل العربية بتاعتك؟ وانا قعدت شهرين ونص بقول لخاله، بس لما صدقت ان هو فضيلي، كان لسه فاضلي يوم السبت اخلصها يوم الاحد الصبح، ففرحت جدا ساعتها. يعني انت قعدت فترة الاول تحضر وتظبط حاجتك وتبدأ ان انت تجيب الادوات بتاعتك واستخداماتك، وبعدين اتنفذت في يوم واحد بس. ده عشان حد معاك كبير بيساعد في انك تقفل العربية بتاعتك، صح كده؟ طيب انا بس عايزه اعرف منك حاجه طه. دايما اصحابنا وهم بيحكوا معانا وبيقولوا لنا، بيبعتوا لنا على البيج بتاعه البرنامج وبيقولوا لنا احنا دايما بنبقى عايزين نعمل تجارب كتير جدا وعندنا في دماغنا بروجكتس كتير جدا، بس احنا خايفين ان احنا نعملها، خايفين ان احنا نفشل. نقول لهم ايه تفتكر انت؟ نقول لهم ايه المشكله اما نفشل، ولا نقول لهم طالما خايفين خليكوا خايفين؟ لا، يعني يحاولوا يصروا ويكملوا على طريق النجاح عشان في الاخر ينجحوا. ان انا تعبت جدا عقبال ما عرفت اعملها، حتى انا كنت بصبر كتير وبأجل حاجات كتير عشانها. يعني ممكن ما تلعبش وما تعملش اي حاجه، المهم ان انت تخلص كل الحاجات عشان تبدأ ان انت تعمل عربيه بتاعتك. صح. طيب انا عايزه اسالك، في المدرسه دايما بتبقى عندنا كلاسز بناخد فيها اكتيفيتي وبناخد فيها حاجات كتير جدا بتعرفنا ازاي ممكن نفكر نعمل ابتكار جديد. ده انت كنت مركز عليه، ولا انت اصلا من وانت بيبي صغير وانت اصلا بتحب تركب الحاجات على بعض وتعمل حاجات جديده؟ من وانا صغير كان حلمي ان انا اطلع حاجه مهمه، وان انا يعني انا وانا صغير اختي كانت بتفهمني العربيه. كنت مثلا كانت عندي ساعتها 3 سنين، كنت عاوزه اعرف ايه العربيه دي ازاي بتشتغل، ازاي بتفضل واقفه من غير والبنزين بيفضل فيها. فهي كانت بتحاول تقول لي هي زيك بتنام وكده، بس انا ما كنتش مستوعب الفكره. بعديها تخيلت اني اول طفل كان يفهم ازاي العربيه بتشتغل. جميل. عايزين نعرف اصحابنا بقى، صاحبنا الشاطر اللي معانا اللي عمل لنا بروجكت مهم وجميل زي ده، عايز لما يكبر يطلع ايه؟ انا عاوز لما اكبر اطلع مخترع. احنا فعلا شايفين معانا مخترع صغير، اكيد لما يكبر هيكون مخترع كبير، ويمكن يكون عالم كبير جدا، مش بس يفيد نفسه ويفيد بلده، ممكن يفيد البشرية كلها. انا مبسوطة جدا ان احنا كنا معاك وشفنا البروجكت بتاعك، وقبل ما نسيبك يمكن نشوفك وانت بتحرك العربية. اوكي، هنشوف يا اصحابي صاحبنا وهو بيحرك العربية اللي هو عملها بايده وبامكانيات بسيطة جدا، لكن قدر ان هو يوصل. خلينا نشوف. اصحابي الحلوين، اهلا بيكم. انا معاكم النهارده ميس نوران، ومعانا اصحابنا الحلوين. اسمك ايه؟ يحيى. وانت كمان اسمك ايه؟ منذر. معايا النهارده يحيى ومنذر، وهنعمل النهارده فراوله بالشوكولاته. واحنا ممكن نعملها باي فاكهه تانية احنا بنحبها زي التفاح زي الموز. ومعانا المقادير النهارده شوكولاته غامقه وشوكولاته بيضه، ومعانا جوز هند وسوداني، وممكن يبقى معانا شوكولاته فارماسيل بالوانها غامقه او بالالوان. واحنا
احنا النهارده احنا واصحابنا اخترنا الفراولة علشان هما بيحبوها، وهي طريقة سهلة وبسيطة. تعالوا يلا نشوف هتتعمل ازاي. اصحابي الحلوين، زي ما انتوا شفتوا احنا عملنا دلوقتي الفراولة بالشوكولاتة البيضة والغامقة، وده شكلها. وزي ما اصحابي يحيى عمل الشوكولاتة الغامقة واختارها معانا، ومنذر عمل الشوكولاتة البيضة بالشوكولاتة عليها الالوان، واحنا نقدر نعملها مع اصحابنا كلنا، نقعد مع بعض ونعملها. بس اهم حاجة نغسل ايدينا قبل وبعد ما نشتغل، ونروق المكان حوالينا عشان بابا وماما يكونوا مبسوطين مننا. وبالهنا والشفا. صباح الخير على كل اصحابنا اللي بيتابعونا دايما في شقاوة شطار، والنهارده يوم مختلف جدا. اصحابي في كل مكان، ده ميعادنا في ورشه شقاوة شطار. خليكم معانا، بس قبل ما نبتدي لازم نتعرف على اصحابنا ونلعب شويه قبل الورشه. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة القصة. الحدوتة اللي معايا اسمها سارة والعصفورة. النهارده بقى احنا في حديقة الحيوانات، انا ومجموعة من اصحابي. في كل فقرة من المعمل بنوريكم أفكار جديدة بيعملوها أصحابنا. إيه الفكرة بتاعت البروجكت أو المشروع بتاعك يا سيف؟ عبارة عن مروحة وصلته بأسلاك وبوصله ببطارية والمروحة تلف. وصلنا دلوقتي لفقرة من فقراتنا، وهي فقرة اسمعونا. ده مش تذكير كويس عشان هم عايزين يركزوا. طبعا أنا مش هشرح لكم اللعبة عبارة عن إيه، تعالوا نشوف مع بعض إحنا هنعمل إيه في المغامرة اللي في الهواء. 1 2 3 باي باي. اصحابي كده خلصت كل الفقرات اللي كانت معانا النهارده. يا رب فقراتنا كلها تكون عجبتكم، يا رب تكون الفقرات ممتعه ومسليه، والحاجات اللي عملناها بايدينا تكون سهله وبسيطه عليكم، وكمان تعملوها على طول. تابعونا كل يوم بيكون معانا مغامره مختلفه، كل يوم بيكون معانا شقاوه جديده من شقاوتنا شقاوة شطار.